هبوط، دوخة، كتمة، ضربات قلب. الأعراض دي أعراض بتحصل لعدد كبير من الناس، وفي جزء كبير قوي من الناس بيكون الحل بتاعها بسيط: مية. يعني إيه مية؟ يعني جسمنا بيقول لنا إن إحنا ما بنشربش كمية مية كفاية. هي إيه المية الكفاية؟ وإيه علاقتها بالموضوع ده؟ المفروض إن أي شخص يكون الهدف بتاعه إن هو في فصل الصيف على الأقل بيشرب 3 لتر مية، وفي الشتاء بنشرب 2 لتر مية، وده الحد الأدنى مش الحد الأقصى. طب إيه علاقة المية بالموضوع ده؟ في حاجة موجودة في جسمنا الوظيفة بتاعتها هي إنها تحافظ على الضغط والنبض بتاعنا، إن هم يفضلوا شغالين ومتحافظ عليهم في المستويات الطبيعية. فالحاجة دي عشان تشتغل صح محتاجة المعدل ده من السوائل في جسمنا. لو موجود ضغطي ونبضي هيفضلوا في الحدود الطبيعية، إنما لما بتقل حاجة بسيطة عن المستويات دي بيحصل في جسمنا رد فعل غير طبيعي بيؤدي إلى هبوط مفاجئ مؤقت في الضغط. حاجة ممكن تقعد ثواني ولكن تأثيرها ممكن يمتد لأكتر من ساعة. لما الضغط بيوطى بيحصل حبة سرعة في ضربات القلب، فدي بتدي الواحد إحساس إن هو مخنوق مش عارف ياخد نفسه. بعض الناس بيشعروا بزي تتليج أو تنميل في الأطراف. يحصل لبعض الناس عرق ساقع، أنا روحي مسحوبة، أنا دايخ، الدنيا مزغللة، الدنيا اسودت، لحد ما ممكن يوصل مع بعض الناس لدرجة الإغماء الكامل. والقصة دي مع شدة الأعراض اللي بتعملها إلا أنها في أغلب الأحوال حاجة مفيش منها الخوف ولا القلق، ولكن هي طريقة جسمنا بيقول لنا إحنا ما بنشربش مية كتير. وفي شريحة كبيرة من المجتمع له ظروف معينة ليها علاقة بالشغل أو إنهم بيقعدوا فترة طويلة في المواصلات أو الدراسة بيتجنبوا شرب المية، وبينسوا إن إحنا عايشين في دولة الجو بتاعها حر بالذات في فصل الصيف. فمن فضلكم ركزوا في القصة دي، وممكن بتلاقوا جزء كبير من الأعراض دي بتتحسن أو بتختفي. طبعا الموضوع ده مش هو السبب الوحيد للأعراض اللي أنا اتكلمت عنها، فالنصيحة العامة لأي حد بيشتكي من سرعة في ضربات القلب أو ضيق تنفس أو دوار إن هو يستشير الطبيب المعالج. ونتمنى لكم الصحة والعافية.